انا مستغرب لحد دلوقتي ازاي شغال كده. معايا النهارده مقارنه غريبه وعجيبه، مقارنه عايزين نثبت للناس ان الدنيا بتتطور فعلا. معايا النهارده تليفونين، هو ايفون 14 وايفون 13 عادي. انا عامل بقى المقارنه دي مش عشان انا اثبت ان ال 13 اجمد ولا حاجه، ولا عشان الناس في الكومنتات تقول لي انت ازاي تعمل مقارنه بين تليفون قديم وتليفون. لا، عشان هي انا مش عامله عشان حاجه، انا عامله عشان نعرف حجم التطورات اللي حصلت في الكاميرات وفي التليفونات وحجم الشاشه والكلام دوت. ومش مقارنه جامده، ده انا بس عايز حاجه ترفيهيه كده. وفي نفس الوقت نعرف التليفونات ديت هل تنفع تستعمل اصلا دلوقتي ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اسلام. بشكر الناس كلها اللي بتدعمني الفترة ديت، وبشكر الناس اصلا اللي بتتفرج عليا. بجد شكرا للناس كلها اللي بتتفرج عليا. ما تنسوش بقى زي كل مرة تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتدعوا لاخواتنا بالفرج القريب، يا رب يفرج عنهم وينصرهم قريب. في 2010 شركة ابل اعلنت عن ايفون 4. التليفون دوت كان الواحد يتمنى بس يمسكه ويتفرج عليه. انا النهارده بقى هعمل مقارنه ما بينه وما بين ايفون 13. في البدايه بقى انا بقى بتحب اتكلم عن التصميم والله في الاتنين حلوين بصراحه قوي. يعني حتى في التصميم بتاع الفور جامد كده، وانت لو شفته تحس انه فخم كده. لا، تصميم برضو تحس ان شركه ابل مستقبليه كده. لا لسه التليفون انا حاسه بهيبته كده، مع انه صغنن كده وما يمشيش خالص مع اليومين دول، بس لا تمسكه كده تحس ان لا حاجه قيمه كده. بالنسبه للظهر مفيش الا كاميرا واحده وهنا كاميرتين، وطبعا في 3 كاميرات في التليفونات الاكبر. بالنسبه بقى للواجهه الاماميه، الحواف هنا واكله نص الجهاز، وطبعا ده تطور حصل ان بقى في نوتش وبعد كده دايناميك ايلاند. الشاشه هنا 3.5، هنا 6.1. وبالنسبه طبعا تحديث الشاشه هيبقى اكبر في التليفونات هنا، ودي الحديثه اكتر في 120 هرتز و60. بالنسبه بقى للرامات، هنا كان 512 وهنا 4 جيجا. على فكره 512 الجهاز برضو مش شايفه بطيء يعني الموت. 512 طبعا قليله جدا، بس الجهاز برضو مازال شغال مش وحش. انا مستغرب لحد دلوقتي ازاي شغال كده. الجهاز طالع من 2010 يا جماعه، التليفون قديم جدا. انا انا مبهور بيه بصراحه. وفي ميزه نودي كانت موجوده واحنا كنا حابينها واختفت من التليفون دوت، اللي هي مدخل ال3.5. اتشالت هنا للاسف ومبقتش موجوده، على اساس بقى انت بقى فئه عليا وتشتغل بسماعات وايرلس. والمدخل بتاع الشاحن هنا ودي عريض، دي بصراحة كانت من ضمن السلبيات. ومدخل هنا ودي برضو مازال قديم في التايب سي، بس شغال الى حد ما احسن من التليفون، طبعا احسن من العريض دوت. وانا دلوقتي هعمل اختبار للصوت ما بين الاتنين عشان تعرف ايه يعني وصلنا لفين يعني. طبعا بالنسبة للامان هنا، انت هنا ممكن تعمل باسورد، انما هنا تعمل اللي انت بصمة الوش. طبعا حتى هنا مفيش البصمة بتاع الزرار، قديم اكتر من كده.
وفي مازال حاجه مشتركه هنا ودي الزرار بتاع الفايبريشن. طبعا الفايبريشن ده مختلف خالص عن هنا، لسه موجود الاتنين دول زي بعض. وبصراحة شايفه تليفون جامد لو حد عايز يمسك حاجة ثانوية تاني، تليفون ثانوي تاني مع التليفون الأساسي بتاعه. بصراحة التليفون ده جامد أو الأحدث منه، وأنا شايف الاتنين دول جامدين جدا، وتليفون صغير وحجمه جميل بصراحة، مش هياخد معاك مساحة في الجيب بتاعك. انا دلوقتي هعمل لكم مقارنه ما بين التليفونين دلوقتي في الكاميرات عشان تعرفوا حجم التطور اللي حصل ما بين الكاميرات. بس للاسف انا هعمل بس المقارنه ديت للكاميرا الاماميه عشان عندي الكاميرا بتاعت الفور بايظه الخلفيه للاسف يعني. ودي بقى كاميرا الايفون 13، وكنتش محتاج اقول عشان هي واضحه، ومشغل وضع السينماتيك مود عشان ادي اقصى حاجه للتليفون في الكاميرا الاماميه، عشان انا عايز اثبت الحاجه ديت. وزي ما انتم شايفين، انتوا تحكموا ايه رايكم، هل ينفع اصلا التليفون دوت ان الواحد يشتغل بيه على اليوتيوب؟ وهل فعلا الكاميرا دي شغاله معانا في 2025؟ والكاميرا 12 ميجا بكسل. وهغير بقى دلوقتي التليفون وهركب الايفون 4. غيرت كده الكاميرات، طبعا الفرق واضح، وانا عايزكم تكتبوا في الكومنتات كده في فرق جامد كده للدرجه دي ولا مفيش. الفيديو طبعا للمعرفه وان احنا نعرف التطورات وكده. واصح انا مش مركب اي مايكات، الاتنين بيسجلوا بالمايكات بتاع التليفون بتاعتهم. انا هحاول اعلي الاضاءه اكتر، انا مشغل الاضاءه ديت زي ما كانت في التليفون اللي فات كده، دي اعلى اضاءه عندي يعتبر. ايه رايكم؟ وبكده ابقى انا خلصت الفيديو وعملت مقارنه ما بين شركه ابل زمان وما بين شركه ابل دلوقتي. بجد لو انت وصلت لحد هنا انا مبسوط جدا، وبقول لك انت بطل. لو انت عايز اي مقارنه تاني بين التليفونين دول او اي مقارنه بين تليفونات تانية قديمه، اكتب لي في الكومنتات. وبس كده، سلام.